مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. انا زي ما وعدتكم بالفيديو بتاع خل التفاح. المكونات ديت انا باخدها في نص النهار وقبل النوم، باخدها مرتين في اليوم. استمري عليها شهر وهيجيب ان شاء الله معاكي نتيجة. انا بستخدمها على طول مش شهر بس. الناس اللي ما بتحبش الخل التفاح وبتقول ان هو بيعمل قرحة في المعدة، دي معلومات غلط جدا. لان خل التفاح بيساعد في انقاص الوزن، وفي علاج قشرة الشعر والتهاب المفاصل، وبيستخدموه في تبييض الايدين. طبعا كل حاجة بمقدار. وكلنا عارفين ان الليمون بيساعد في التخسيس وبيخلص الجسم من الدهون، وهو مضاد للزكام، وبيساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول او السكر في الدم. بيعمل على زيادة كرات الدم البيضاء، وطبعا بيساعد في علاج اضطرابات المعدة. طبعا لما بنخلطهم هو والجنزبيل. العسل طبعا فوائده معروفة جدا، بيساعد في علاج الهبوط، في ضغط الدم، و... وليه فيتامينات كتيرة جدا زي ألف وكاف وه وفوليك أسيد وب 3 ودال. وكمان طارد للبلغم ومسكن للسعال والكحة. الجنزبيل يا بنات طبعا مش هنختلف عليه. بيعمل سيولة في الدم حلوة جدا، وبيساعد في الحرق بنسبة معقولة. هنحط معلقة خل تفاح على معلقة عسل، على نص معلقة جنزبيل، على نص ليمونة كبيرة، ونقلبهم ونشربهم مرتين في اليوم. مرة في نص النهار، ومرة قبل النوم. انا هنا خلطتهم يا بنات. وطبعا هقلب كويس جدا عشان العسل في البرد بيبقى سميك كده وبيدوب ببطء شديد. والساعة حاليا 10:30 صباحا، فبعد فطاري بساعتين. هشربه دلوقتي، وهشرب كوباية زيها قبل النوم بنص ساعة. اشوفكم في فيديو تاني. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير. باي باي.